ليش أبدأ تجارتي في البحرين؟ والبحرين دولة صغيرة، أصغر دولة من دول مجلس التعاون. السلام عليكم، نرحب فيكم في هذا الفيديو. في البداية بتكلم لكم في هذا الفيديو عن ليش مملكة البحرين. بتكلم بطريقة تجارية بحتة حق تفهمون شنو اللي يميز مملكة البحرين من منظور تجاري واقتصادي بحت. فخلكم معانا، الله يوفقنا وياكم، وبسم الله نبدأ. مملكة البحرين هي عبارة عن أرخبيل من الجزر تقع في وسط الخليج العربي. يربط البحرين جسر ما بين المملكة العربية السعودية، وفي المستقبل القريب بيربطها جسر ثاني مع المملكة العربية السعودية وجسر مع دولة قطر. عدد السكان في مملكة البحرين فوق 1,500,000 نسمة. تقريبا قريب النص بحرينيين، أكثر من النص بشوي غير بحرينيين يسكنون في البحرين. الديانة في مملكة البحرين هي ديانة الإسلام. العملة الرسمية هي الدينار البحريني، وأوقات العمل الرسمية الحكومية تبتدي من الساعة 7 الصبح إلى الساعة 2 ربع الظهر، ويعتمد على الجهة الرسمية. بعض الجهات الرسمية يصكون متأخر الساعة 3 أو 4 أو الساعة 5. الإجازة الرسمية هي يوم الجمعة ويوم السبت. ووايد مهم ان انتم تعرفون فتح الخط 00973 او بلس 973. والمواقع الرسمية تنتهي ب .bh www. الموقع الحكومي .bh. فحاسبوا ان انتم ما تكونون على موقع ثاني وعبالكم موقع حكومي رسمي. حطوا بالكم، بنحط لكم في الديسكربشن مال هذه الفيديو لينك ويوديكم حق الموقع الرسمي مال حكومة مملكة البحرين اللي يشرح لكم ويعطيكم كل التفاصيل اللي ممكن انتم تدورون عنها عن البحرين. الحين بتكلم لكم عن الانجازات اللي حققتها البحرين في اخر 10 سنوات من مسيرتها. مملكة البحرين في 2008 بمصادقة من جلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة الله يحفظه، حطوا الخطة الاقتصادية 2030. الخطة الاقتصادية هذه وجهت كل القطاعات الحكومية الرسمية والسيمي جوفرمنت كذلك، وبعد بالتساعد والتعاون مع القطاع الخاص يتوجهون مع بعضهم البعض في منطلق ومنظور واحد على أساس يحققون مبادئ رؤية البحرين 2030. ترتكز الرؤية على 3 مبادئ، هي الاستدامة والعدالة والتنافسية. ومن ضمن الإنجازات اللي حققتها البحرين خلال 10 سنوات اللي طافت، غيرت الطريقة اللي تمشي عليها البحرين للسنين اللي بتجي قدام. الرؤية الاقتصادية تم وضعها، لكن يتم تطويرها وتعديلها ما بين كل فترة والثانية. فاليوم الرؤية أن نحقق 1 2 3. لما يتم تحقيق هذه الأمور من خلال الجهات الحكومية الرسمية والقطاع الخاص، يتم تعديل الرؤية على أساس تتناسب مع تطلعات القيادة الحكيمة في البحرين. احنا اللي نحتاج ان احنا نركز عليه كتجار، شنو البحرين حققت من انجازات اللي تخلينا نرتاح انه اوكي، انا لما افتح البزنس مالي في البحرين اقدر اتطمن ان راح تكون موجوده فرص كثيره حق باذن الله اساعد في تنميه الدوله من خلال الخدمات والمنتجات اللي قاعد انا ابيعها على زبايني. الإنجازات اللي تم تحقيقها هو التنوع الاقتصادي، تركيز الحكومة على تنوع مصادر الدخل في البحرين. الاعتماد الكلي كان على البترول، ما زال حاليا على البترول لكن قاعد يقل سنة عن سنة. الشغلة الثانية هو التركيز على تطوير بيئة للأسميز. فلما أنت عندك مؤسسة متوسطة بتفتح في البحرين، راح تشوف كل الجهات تأتي وتساعدك وتمد لك يد العون على أساس أن أنت تسوي الأمور المتعلقة بالبزنس مالتك بكل أريحية وبساطة. والشغلة المهمة كذلك تم التركيز على تطوير قطاع التعليم في البحرين. لما أنت بتفتح في البحرين راح تكون مرتاح لأنك بتحصل أيدي عاملة بحرينية متخصصة في مجالات كثيرة، مو بس مجال واحد، أو ما راح تحصل قلة في وجود الموظفين اللي تقدر توظفهم البحرينيين. وتم كذلك التركيز على تطوير قطاع الاستدامة والطاقة المتجددة وقطاع التنمية الاجتماعية والثقافة. وفوق هذه كلها تم الاعتراف بإنجازات مملكة البحرين من قبل منظمات عالمية كثيرة. الحين نبي نعرف احنا كتجار، والسؤال اللي يطرح نفسه، ليش افتح تجارتي في البحرين؟ شنو الاشياء اللي تخليني اتميز كتاجر اذا كان مكتبي في مملكة البحرين؟ توجد 7 اسباب راح اتكلم لكم عنها الحين.
السبب الأول موقع مملكة البحرين. مملكة البحرين موجودة في نص الخليج العربي، يربطها جسر مع المملكة العربية السعودية، وبيسوون جسر ثاني، وفي جسر بعد بيسوونه مع دولة قطر الحبيبة. احنا عندنا هنا في البحرين سهولة التواصل مع دول مجلس التعاون. لما تكون انت في البحرين، موقعك الاستراتيجي في البحرين بيفتح لك بيبان على اساس انت توصل حق اسواق جديدة وقريبة منك. السبب الثاني هو البيئة التجارية في البحرين. لما تجي البحرين راح تلاقي ان طريقة العمل التجاري جدا مبسطة، في تسهيل، في قوانين تم وضعها لتيسير العملية التجارية. راح تشوف اطار تنظيمي مبسط، تم تقليل البيروقراطية بشكل كبير مقارنة بالسنوات اللي طافت، فراح تلاقي سهولة ومرونة. وكذلك يوجد تعزيز لروح ريادة الأعمال في مملكة البحرين. في البحرين في كل زاوية بتروحها بتلاقي ناس تتكلم عن ريادة الأعمال. وايد مهم على رائد العمل والتاجر أنه يكون في بيئة موجودة فيها تجار كثار، على أساس تلقى فرص أكثر وأكثر وأكثر، فبتلاقي هذا الشيء متواجد بكثرة في مملكة البحرين. السبب الثالث هو قدرتك للوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية بسهولة كبيرة. مملكة البحرين وقعت FTA Free Trade Agreements مع عدد من الدول اللي سهل عملية التبادل والتجارة من ناحية الإكسبورت والإمبورت، فبتلاقي في FTA مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع سنغافورة، مع بعض الدول الأوروبية، ومع جميع دول مجلس التعاون الخليجي. بنحط لكم لينك يخص ال FTAs اللي البحرين موقعتها مع باقي الدول، على أساس أنتوا تعرفون بالضبط من هما الدول اللي البحرين عندها FTAs معاها، قد تساعدكم في تجارتكم. رابعا، البحرين عندها مركز مالي قوي وخدماتي متقدم جدا. النظام المالي في مملكة البحرين جدا جدا محكم وقوي ومتقدم، هو أقوى نظام مالي في الخليج العربي. اليوم أنا كتاجر حوالاتي البنكية أنا ما أمشي مع كاش، أنت ما بتضطر أنك أنت تمشي مع كاش، الناس ما بيجون يدفعون لك كاش وتعطيهم كاش، بالعكس الحوالات دائما بتكون بالموبايل أو بالإنترنت، وفي سهولة ومرونة في تحويل مبالغ مالية من داخل مملكة البحرين إلى الخارج، وفي أنك تحول مبالغ مالية من خارج مملكة البحرين إلى الداخل. الموضوع جدا بسيط وسهل ويريحك، كل المعلومات قدامك أونلاين بتشوفها. السبب الخامس هو المبادرات الحكومية الداعمة المستمرة. مملكة البحرين أسست الإيكونوميك ديفلوبمنت بورد EDB. الإيكونوميك ديفلوبمنت بورد هو بادي عندنا في البحرين يشتغل على أنه هو يجذب الاستثمارات من خارج البحرين إلى داخل مملكة البحرين. فإذا أنت مستثمر وحاب أنك تستثمر في البحرين، EDB هم الجهة المعنية اللي تتواصل معاها على أساس يساعدونك من الألف إلى الياء اللي ما تأسس مكتبك في مملكة البحرين. من ناحية ثانية عندنا تمكين هو بدي يساعد المؤسسات الناشئة والمتوسطة والكبيرة كذلك في أمور كثيرة. مثلا بتوظف أنت بحريني، تمكين يساعدونك في أن هم يدفعون 70% من راتب الموظف لأول سنة، 50% من راتب الموظف ثاني سنة، و30% من راتب الموظف لثالث سنة. بتجيب انت معدات، بتفتح مصنع في البحرين وحاب انك انت تشتري معدات جديدة، تتعاون مع تمكين على اساس تمكين تدفع عنك 50% من قيمة المعدات هذه اللي انت بتجيبها، وبشرط يكون مصنع. حتى اذا كان مكتب صغير تبي تشتري انت كمبيوترات او لابتوب او تليفونات او اجهزة، هم يساعدونك في الاجهزة. تبي تشتغل على التسويق كذلك يساعدونك في تحمل 50% او دفع 50% عن تكاليفك فيما يتعلق بالتسويق، وكذلك الاوديتنج. وما زالوا هم يقدمون مبادرات مستمرة على أساس يساعدون رواد الأعمال البحرينيين والغير بحرينيين المتواجدين في البحرين فيما يتعلق في الساحة التجارية. السبب السادس هو وجود أيدي عاملة متمكنة. أهل البحرين ذهب، ولما أنت أتي تفتح في البحرين تبي تبحث على موظفين، ما راح تتعطل أبدا، راح تشوف وجود عدد كبير من الناس اللي مستعدين انهم يشتغلون عندك في الشركة وينفذون المهام اللي انت تحتاج انهم ينفذونها. عندهم الشهادات التخصصية، عندهم الشهادات الجامعية، وكذلك يتطلعون الى انهم يطورون من مهاراتهم ومن علمهم على اساس ينفذون المهام اللي انت تحتاجها بجدارة وبشكل سريع وبإتقان. السبب السابع وجود بنية تحتية متقدمة في البحرين. في البحرين ما راح تلاقي صعوبة في التنقل من مكان لمكان آخر، الشوارع يتم ترميمها وتعديلها وتطويرها بشكل مستمر،
يتم حاليا العمل على إنشاء قطار وتطوير طرق المواصلات في البحرين من ناحية الباصات، قطارات وتاكسي وطرق ثانية. كذلك في مملكة البحرين ما راح تتعطل من ناحية الإنترنت. الإنترنت في البحرين من أسرع الإنترنت في العالم. عندنا شبكة ال 5G في مملكة البحرين، وإذا أنت حاب أنك تركب فايبر تقدر تركب فايبر وما ينقطع الإنترنت أبدا. تقدر تتواصل مع الناس داخل البحرين وخارج البحرين أونلاين بشكل مستمر. فإذا أنت حاب تفتح مكتبك في البحرين ويكون وجودك المقر هني لكن معاملاتك كلها اي كوميرس او اونلاين، هذا المكان المناسب لك. وزيادة على هذه الكلام فعندنا دليل قاطع على ثبات سرعة الانترنت في البحرين. عندنا قصة نجاح. افتحوا في مملكة البحرين امازون ويب سيرفيسز وافتحوا سيرفرات في البحرين حق الكلاود مالهم هم. هذا دليل على ان سرعة الانترنت وثباتها في البحرين تفوق التوقعات. السبب الثامن هذه بونس، وبعدين بعده بقول لكم سبب تاسع بعد بونس ويهمكم. السبب الثامن جودة الحياة في البحرين. انت لما اتيت تفتح البزنس مالك في البحرين يمكن راح تكون مهتم انه والله هل البحرين مناسبة انا اجيب زوجتي وعيالي؟ هل هو مكان آمن؟ وانا اقول لك نعم، يوجد عدد كبير من التجار الغير بحرينيين اللي ساكنين في البحرين مع اهلهم ومع عيالهم وسنين. فعندنا لله الحمد قطاع تعليمي متقدم، عندنا اكتيفيتيز وانترتينمنت خلال العام بشكل مستمر. من اي مكان تبي تنتقل في البحرين، واذا قلنا بتروح في البحرين من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب ما بياخذ لك اكثر من ساعه. الانتقال من مكان لمكان في البحرين جدا بسيط وسهل وكل شيء تحصله يمك. فلما بنتكلم عن جودة الحياة في البحرين من بين كل دول مجلس التعاون، مملكة البحرين يسمونها الدولة اللي تكون مناسبة ان انت تنشأ عائلة فيها وتربي عيالك فيها. السبب التاسع والاخير واللي همك وايد هو موضوع الفيزا. مملكة البحرين تتيح لك الفرصة انك تحصل different options of visas. فعندك انت جولدن فيزا، عندك تأشيرة حق رجال الأعمال غير عن الجولدن فيزا، في تأشيرة توريزم سياحية حق مملكة البحرين. خلينا نقول انت بتجيب بزنسك في البحرين لكن تحتاج أحد يدير لك مكتبك في البحرين وما يكون بحريني، فتقدر تطلع employment فيزا لهم حقهم يجون البحرين. ما ابي اطول عليكم في هذه الفيديو أكثر. اكتبوا لي في الكومنت تحت إذا انتم حابين ان اسوي فيديو عن الفيزا بشكل مبسط ومفصل. ختاما، البحرين تتطور عام عن عام، واحنا كتجار لما بنفتح البزنس مالنا في الدولة اللي نبي نروح لها لازم نعرف اذا هذه الدولة راح توفر لنا الفرص اللي احنا نحتاجها. ومستقبل البحرين باين عليه بشكل كبير انه هو باهر بناء على الماضي اللي البحرين مرت فيه. انجازات كثيره، مستثمرين كثار قاعدين يجون البحرين، فلا تفوت الفرصه. اذا حاب انك انت تفتح مكتب في البحرين الحين هو الوقت اللي لازم تتحرك على روحك بسرعه، وباذن الله اذا تحتاج اي مساعده نقدر نساعدك. الله يوفقك ويوفقنا وياكم في جميع الاعمال بما يرضي سبحانه وتعالى. يعطيكم العافيه والسلام. كان معاكم طلال الانصاري، سي او وفاوندر مال دانفيرم كونسلتنسي. عندنا شركة استشارات واحنا تحت امركم اذا تحبون اي نوع من الاستشارات في المجال التجاري. عندنا اكثر من عقد من الخبرة في التجارة بمملكة البحرين، واحنا نساعد الشركات تبتدي في مملكة البحرين وتكبر كذلك. الله يوفقكم في اعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.